اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. في الغالب الام الحامل بتتابع مع دكتور النساء وده طبعا ضروري واساسي، لكن في الحقيقه في حاجات كتير بتحصل اثناء الحمل هي اللي بتحدد صحه الطفل بعد الولاده. علشان كده النهارده ان شاء الله هنتكلم بمنظور مختلف شويه من وجهه نظر دكتور الاطفال. ايه اللي ممكن تعمليه من دلوقتي علشان تساعدي طفلك يتولد بصحة كويسة وجهازه العصبي والمناعي والهضمي يكونوا مستعدين للحياة من اول يوم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على 7 حاجات بسيطة بس تأثيرها ضخم جدا على صحة طفلك المستقبلية. أول وأهم حاجة هي التغذية، مش فكرة الأكل الكتير، الفكرة في جودة الأكل. كتير من الأمهات بيفتكروا إن الحمل يعني كلي عن 2، لكن الحقيقة إنك محتاجة تغذي 2 مش تشبعي 2. الجسم محتاج بروتين كفاية عشان بناء أنسجة الطفل، حديد علشان يمنع الانيميا اللي بتأثر على نمو المخ، وكالسيوم علشان العظام والأسنان بعد كده، وفيتامين د بقى عنصر أساسي مش رفاهية، نقصه بيسبب لين عظام في الأطفال حتى لو الأم كانت بتاخد كالسيوم كويس. يعني باختصار وجبة بسيطة متوازنة أحسن من أكل كتير ملوش قيمة غذائية. لكن الأكل مش كل حاجة، في حاجات تانية محدش بياخد باله منها كفاية، وهي الحالة النفسية للأم. اللي بيحصل في دماغك بيترجم كيميائيا لجسمك وده بيتنقل للجنين. يعني لو الضغط والتوتر مستمرين، هرمونات التوتر زي الكورتيزول بتوصل للجنين وبتأثر على جهازه العصبي. في دراسات حديثة بتقول ان الأطفال اللي أمهاتهم كانوا في توتر مزمن أثناء الحمل بيبقوا أكثر عرضة لمشاكل في النوم والمزاج في أول سنة من عمرهم. وده مش عشان الأم غلطت، لكن لأن محدش قال لها إن الهدوء النفسي ده مش رفاهية، ده جزء من الرعاية الطبية. خدي لنفسك فترات راحة حتى لو 15 دقيقة في اليوم لوحدك بس، اسمعي حاجة بتحبيها وامشي في مكان هادي. طفلك محتاج أم مطمئنة أكتر من أي فيتامين في العالم. والموضوع برضو مش بس نفسي، في كمان حاجات طبية دقيقة لازم ننتبه لها من بدري. كتير من الأمهات بياخدوا الفيتامينات اللي بيوصفها الدكتور في أول الحمل وبعدين يوقفوها لما يحسوا بتحسن، لكن ده خطأ شائع جدا. الحديد، حمض الفوليك، فيتامين د، وأحيانا الكالسيوم، كلهم عناصر أساسية لحد آخر الحمل مش أول 3 شهور بس. حمض الفوليك مثلا بيقلل جدا من احتمالات تشوهات الجهاز العصبي عند الطفل، وكمان بيساعد على تكوين خلايا الدم عند الطفل طول الحمل. عشان كده المتابعة المنتظمة مهمة، مش بس علشان النبض بتاع البيبي كويس، لكن علشان نتأكد ان تغذية الطفل متوازنة جوه الرحم زي ما تكون بره. نخش بقى على جزء الناس كلها بتحب تسأل عنه، ايه الممنوعات يا دكتور اثناء الحمل؟ ايه الحاجات اللي فعلا بتأثر على الجنين بتاعي؟ خلينا نبدأ بالواضح، التدخين، الكحول، الكافيين الزايد، دول 3 حاجات بيأثروا على الجنين مباشرة. حتى التدخين السلبي، يعني لو زوجك بيدخن في البيت ده بيقلل الأكسجين اللي بيوصل للجنين. الكافيين كمان لازم يتقلل، مش يتمنع تماما، بس كوباية قهوة واحدة في اليوم كفاية جدا. وفي حاجات تانية يمكن تستغربوها شوية بس بشوفها كتير في العيادة بعد الولادة. الأكل الجاهز المليان مواد حافظة أثناء الحمل ممكن يزود فرص المغص والتحسس عند المولود. مش دايما السبب بيبقى مباشر، لكن الجهاز الهضمي بيتأثر باللي الأم كانت بتاكله. يعني حتى لو الأكل البسيط المطبوخ في البيت بيعمل فرق كبير جدا في راحة الطفل بعد الولادة. وفي نفس السياق نقطة دايما الناس بتختلف عليها وهي الرياضة أثناء الحمل. مبدئيا الرياضة مش ممنوعة في الحمل، لكن لازم تكون بحساب وتكون بطريقة تناسب حالتك انت الصحية. يعني المشي البسيط، تمارين التنفس، اليوجا الخفيفة، كلها حاجات بتحسن الدورة الدموية للأم وللجنين وبتقلل التوتر كمان. لكن أي رياضة فيها مجهود عالي أو خطر سقوط يبقى لازم تتمنع. دوري هنا كطبيب أطفال هو أن أقولك الرياضة المعتدلة أثناء الحمل بتقلل فرص السمنة ومشاكل السكر عند الطفل بعدين، يعني بتفيدي نفسك وطفلك في نفس الوقت. ودلوقتي نيجي لنقطة مهمة جدا ولكن للأسف مش واخدة حقها خالص، وهي النوم. النوم في الحمل مش بس راحة، ده وقت الجسم بيعيد فيه ترتيب كل العمليات الحيوية. قلة النوم المزمنة
اثناء الحمل بتاثر على افراز الهرمونات وبتخلي الجسم في حاله توتر دايم، وده ممكن ينعكس على حركه الجنين وعلى تطور الجهاز العصبي بتاعه. يعني نامي علشان صحتك وصحه طفلك. لو صعب تنامي بسبب القلق او مثلا الام الظهر، جربي وضعيات مريحه زي النوم على الجانب الايسر، او استخدمي وساده الحمل الطويله دي اللي هي بتدعم الجسم كله. ما تستسلميش لفكره كل الحوامل بيناموا قليل، لان تحسين النوم ده هنا مش رفاهيه، ده علاج وقائي فعلي ليكي ولابنك. خلصنا بقى تقريبا اهم النقط، بس لسه في حاجه بسيطه جدا بتفرق جدا جدا بعد الولاده، وهي التواصل مع الجنين. ايوه، الطفل بيسمعك من جوه. ابتداء من الشهر السادس تقريبا الجنين بيبدأ يميز صوت الأم، صوت الموسيقى، وحتى نغمة الكلام الهادي، الدعاء، التحدث مع الجنين بصوت مطمئن. كل ده مش خيال، دي محفزات عصبية حقيقية. الطفل بيتولد ودنه متعودة على صوتك، ده بيساعده بعد الولادة انه يهدى أسرع لما يسمعك. يعني علاقتك بابنك مش بتبدأ أول ما يتولد، هي بدأت فعليا من دلوقتي. في النهاية الحمل مش مجرد انتظار للولادة، الحمل هو المرحلة الأولى في تربية الطفل. كل قرار صغير بتاخديه في ال9 شهور دول بيشكل صحة طفلك بعدين، جسمه، مناعته، مخه. اهتمي بنفسك زي ما بتخططي تهتمي بيه بعد الولادة. ولو حبيتي تعرفي أكتر عن إزاي تعتني بطفلك في أول شهر بعد الولادة، شوف الحلقة اللي جاية إن شاء الله، رعاية الطفل حديث الولادة، لأنها بتكمل الكلام ده خطوة بخطوة. ولو لسه مش مشتركين في القناة، تعالوا نكبر عيلة دكتور كيدز مع يوسف سوا. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز. أشوفكم على خير.